السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ أم موجي. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. النهارده بقى ايه، قلت بقى اعمل لهم بقى أكلة حلوة، بما ان النهارده الجمعة ويوم اجازة بقى وكده وقاعدين مع بعض وكده. قلت بعمل لهم كده أكلة حلوة، وفي نفس الوقت خلاص بقى إيه النهارده آخر يوم كده في الأجازة بتاعت نص السنة. خلاص رايحين المدارس خلاص بعد بكرة. يا رب يكون ترم كده حلو عليهم يا رب جميعا، ويوفق الولاد وينجحهم. النهارده بقى قلت ايه، اطلع كده، لقيت عندي لحمه مفرومه في الفريزر، طلعتها تفك يعني وكده. جبت كام بصلايه كده، حبه بصل حلوين. آه، اللي انا هعمله النهارده، هعمل حواوشي. تمام. هو طبعا معروف الحواوشي بيحب البصل، فانا هعمل حواوشي لحمه. طبعا جبت كميه بصل كده حلوه، يعني نص، جيبي نص عليه. مش انا جبتش كمان البصل، ما كانش حجمه كبير، كان حجمه وسط. تمام. غسلته، قطعته طبعا الاول، وقشرته وقطعته وغسلته وشطفته. تمام. وجبت الخضره بتاعتي برضو غسلتها، نقعتها بنقعها شويه كده في شويه ميه وخل، عشان لو فيها اي طينه او اي رمله او اي حاجه تنضف. وبعد كده بصفيها وهقطعها بقى. جبت الاول البصل بعد ما غسلته وشطفته كده وقطعته حتت بقى، ورحت حاطه جبل كبه وقلت بقى افرمه خالص، لان انا عايزه يبقى مع اللحمه مفرومه. يعني مفروم مش باين. برضو بصي تفرميه، بس مش تفرميه قوي يعني، ما تخلوش ناعم قوي. تمام. اهو بصي انا هوريك دلوقتي. واروح مزوده بقى كميه البصل بتاعتي بقى واحده واحده. اهو تجيبي بقى الكبه بتاعتك حسب بقى كميه البصل، الكميه اللي هتعمليها. يعني ايه، شوفي كميه اللحمه بتاعتك، يعني نص كيلو لحمه حطي مع نص كيلو بصل بقى، يعني معروف الحواوشي بيحب البصل يعني. قلت اعملهم بقى اكله كده حلوه سريعه سهله. يعني انا قلت اجهز بقى الخلطه واللحمه وكده وما بقى يعملوا هيلي. بصوا خلاص جبت كده بقى ايه، البصل كنت فرمته كله، وكانت اللحمه خلاص ايه يعني ايه، ما فكتش قوي، قعدت بقى افكها كده بايدي. زي ما قلت لكم هي كانت عندي في الفريزر، فطلعتها ايه تفك يعني من الصبح كده، من قبل الصلاه. بس ما كانتش فكت قوي، فانا حاولت اعملها بقى بايدي كده عشان تفك. وانزل بقى عليها بكميه البصل اللي انا فرمته. بس عايزه بقى ان انا ادمج بقى ايه البصل مع اللحمه مع كله، عايزه كله يندمج مع بعضه كده. يعني عايزه اللحمه تشرب كده من البصله كده، يعني يبقى كله مع بعضه. بصوا الطريقه سهله جدا، ممكن تعملي في اي وقت. خلاص انا دمجت بقى البصل مع البصله مع اللحمه. تمام. رحت بقى للخضره قطعتها، غسلها طبعا زي ما قلت لكم، شطفتها ونقعتها، اقطعها بقى حتت صغيره كده. حابه تفرميها في الكبه مفيش مشكله، بس انا قلت بستسهل بقى خلاص، انا هقطعها كده بايدي، ايه يعني ايه، حاجه بسيطه. اقطعها حتت صغيره خالص. اي ما فيهاش اي حاجه، قطع 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 بسرعه وخلصنا. طبعا مش هفكركم، لو لسه معايا جديده عندي في القناه ومنوراني، ما تنسيش الاشتراك، من كلمه اشتراك دي اللي هي تحت الفيديو على طول، اضغطي عليها وتبقي مشتركه عندي وتنوريني دايما في قناتي. واختاري كلمه الكل عشان يوصلك كل اشعار باي فيديو اعمله. وما تنسيش طبعا الكومنت بتاعك الحلو واللايك بتاعك طبعا لو لسه ما عملتوش. كده بقى قطعت الخضرة بتاعتي خلاص، ورحت حطاه ايه، على اللحمة وعلى البصل. تمام. هتحطي بقى التوابل بتاعتك، فلفل اسمر، ملح. عندك خلطة الحواوشي حطي، اللي هي بتتباع كده جاهزة، او هتلاقيها عند العطار في اكياس. جيبي منها وحطي معلقة. تمام. ما عندكيش مفيش مشكلة، هتحطي ملح وفلفل ومعلقة بابريكا، معلقة شطة صغيرة، معلقة توم باودر، بصل باودر. حطي بقى توابلك الحلوة بقى اللي بتدي نكهة كده حلوة. انا ما كانتش عندي خلطة الحواوشي، فحطيت بقى ايه التوابل الموجودة عندي، اللي هي فلفل وملح وبابريكا ومعلقة شطة ومعلقة بصل باودر. تمام. دمجت بقى كله كله كله. بصي اهم حاجة بقى ان انت تدمجي كل ده،
ادمجي. بصي تفضلي كده ايه تدمجي زي ما انا بعمل كده. الخطوه دي مهمه جدا عشان اللحمه زي ما قلت لكم تشرب من البصل والتوابل طبعا، يبقى كله تدمجي كده كله مع بعض. بصوا دمجت كله اللحمه مع التوابل مع كله. وطبعا خدت كده بطرف يعني ايه دوقي بس ملحك، عشان لو محتاج ملح تحطي ملح. تمام. لو يعني محتاج بهارات تظبطي بقى بهاراتك وملحك وكده، عشان طبعا بعد ما هتعملي في العيش مش هينفع. بصوا كورتها زي الفل مفيهاش اي حاجه. كانت ريحتها حلوه قوي بالتوابل بقى ايه زي ما قلت لكم ظبطتها وجهزتها لهم. هنا بقى ايه بما ان كان بابانا يعني اجازه وكده زي ما قلت لكم الجمعه وكده، فقلت له انا عليا هعمل الخلطه اللي يعني الحشو بتاع الحوشي، وانت ايه كلمنا الفرن بقى واعمله. تمام. وقالوا لي ايه لا انت عامله لحمه بس احنا عايزين صدق كمان. فبعت ابني جاب لي صدق. الصراحه ما كانش عندي طبعا، ما كنتش عامله حسابي ان انا ايه اصل انا بحب اللحمه وهما بيحبوا، فقالوا لي اعمل لنا صدق. فبعته جاب لنا صدق. تمام. وبعد ما جاب لي الصدق رحت مقطعه لهم بقى، وبعته جاب طماطم. وقطعت الطماطم وقطعت الفلفل والزيتون. انا اللحمه مش بحط لها حاجه يعني، انا بيروح يكلم الفرن بيحضروا الصراحه العيش. تمام. كان هنا بقى اللي هنا كان بعد الصلاة، يعني جهزت كل حاجة بقى قبل الصلاة. تمام. وبعد الصلاة هم صلوا وطلعوا بقى يكلموا الفرن. قال لهم ماشي تعالوا لي مثلا على الساعة كده 3، يعني هم راحوا له على 3. كنت بقى جاب لي الصدوق، رحت مقطعه لهم حتت صغيرة كده زي ما انتم شايفين، وجي قطعت الطماطم وفلفل وجهزت لهم كل حاجة اخدوها بقى معاهم هناك. تمام. بيحط على الصدوق اللحم. بتحطي على الصدوق طماطم، بتحطي عليه فلفل، بتحطي عليه زيتون متقطع، بتحطي عليه ممكن كمان جبنه موتزاريلا، جبنه تركي مبشوره، اي نوع بتحبيه حسب بقى. في ناس ممكن ما تحبش على الصدوق فلفل، ما تحطيش براحتك. يعني انا بقول لك بس ايه هو بيتحط ايه الطريقه، وانت بقى كل واحد ايه حسب ذوقه بيحب ايه. تمام. اللحمه ما بتحطيش عليها حاجه خالص، ولا ما بتحطيش عليها طماطم ولا حاجه، بتحطي بس عليها جبن. لو حابه تحطي جبن حطي. يعني هنا بصوا اهو هو حط هنا الفلفل وحط الطماطم. يعني انا الصراحه استغلتهم بقى اليوم ده. قلت له خلاص بقى بما ان خلاص المدارس وخلاص بقى، يعني كانت بقى بعد بكره خلاص المدارس ان شاء الله يعني. فقلت اخر يوم كده قلت ادلعهم بقى اعمل لهم اكله كده حلوه وكده. في نفس الوقت انا قلت لهم كده، قلت لهم انتوا اجازه. هو اخد بابانا يعني اخد محمود ابني وراح بقى عمله لنا. زي ما قلت لكم بعد الصلاه كلم الراجل وقال له تمام. فانا ايه هنا قطعت لهم بقى بصوا الطماطم اهي متقطعه والفلفل بقى تحطي بقى براحتك، مش عايزه حابه تحطي فلفل ما تحطيش في الطماطم بس ماشي، في حسب بقى كل واحد. وهيحط الجبنه ورصهم كده اهو. بصوا الجبنه يبقى انا حطينا الصدوق والطماطم والفلفل والجبنه. ميكس كده جبن بقى براحتك، شيدر، موتزاريلا، تركي، براحتك اهو. بس الصراحه طلع والله طعمه حلو قوي، وخلطه كمان اللحمه طلعت حلوه قوي قوي بجد يعني. انا ما كنتش عامله حسابي الصراحه، قلت لكم بصوا كنت عامله لهم يعني لحمه بس، قالوا لي لا احنا عايزين صدق كمان. فقلت له طب خلاص ما فيش مشكله، راح هات لي وانا هجهزه لكم. وعملت يعني ماما ما كلموا الراجل وكده انا كنت مجهزه لهم خلاص الصدق متقطع وكل الحاجات دي كانت متقطعه، اخدها لهم كده في اطباق كده صغيره. والجبنه هو جابها من عند الراجل بقى من عند اللبان يعني. ايه رايكم؟ ممكن بقى تعملي كده برضو في يوم تجهزي لهم انت الخلطات في البيت، الخلطه مثلا للحمه او الصدق والطماطم والحاجات دي كلها يعني، وتقولوا لهم مثلا تقولي تبعتي ابنك او اي حد الفرن ويعملها لك، او ممكن كمان انت ممكن تخلي الراجل يعمله لك، يعني ممكن تبعتي الحاجه دي للراجل ويعملها لك. بس انا قلت استغلهم بقى بيني وبينكم يعني قلت له اعملها لي وكده، روح انت احسن يعني. ممكن الراجل ما يعملوش كويس، او يعني ما يبقاش فاضي او يركنه، فلا. هو بص هو كده خلاص رص اول طبقه. هو بقى عمل له بقى الطبقه التانية اللي بتقفلي بقى الحواوشي. بس محمود كان بيلقط الزيتون، انا عندي محمود بيحب الزيتون قوي. بس سهله مفيهوش اي حاجه. بتحطي اول طبقه تحطي الحشو بتاعك وتروحي مقفله بقى ايه على طبقه العجين التانية، وتروحي بقى مقفله كده. مين لسه بقى ما عملش لايك للفيديو؟ يلا بقى بسرعه مستنيين ايه الفيديو ما اقولكوش بقى حلو طبعا صح؟ ايه رايكم؟ يلا انزلوا بعملوا لايك، يلا اللي لسه ما عملش لايك ويعمل اشتراك ويفعل الجرس ويعمل بقى كومنت حلو كده بقى ايه للاكله الحلوه دي.
حواوشي بقى اسكندراني ايه ما اقولكوش بقى، حاجه كده بيتي يعني، المفروض ان هو معمول في البيت يعني، الخلطه وكل حاجه في البيت. بس بقى بتقفلوه كده، بصوا الرغيف بقى بتقفلوه، بيتقفل كده بقى ايه، ويدخل بقى الفرن. حاجه كده ايه سهله يعني، انا كنت محتاره بيهم ممكن اعمل اكل ايه وكده، في نفس الوقت خلاص بقى المدارس وعايزه اوضب بقى الدنيا، وعايزين نجهز بقى ايه شنطه المدرسه وكده. فقلت بقى بديش اعمل لهم بقى حوش، هما كمان بيحبوه يعني، طب وليه اروح اجيبه بقى بالغالي من بره؟ لا انا هنا اطلع اللحمه عندي وقلت اعملها لهم، وفي نفس الوقت هيعمل كميه يعني حلوه. يعني اغديهم ممكن كمان يتعشوا منه، لكن انا هروح اجيب الواحد بكام دلوقتي. رغيف الحوش وصل قد ايه يعني، 30 مثلا او اكتر، مش عارفه الصراحه يعني. طب وليه انا اعمله في البيت، مكوناتي بحاجتي، وانا عارفه انا عامله الحاجه ازاي، وطريقه سهله. وممكن تعملي كمان العجينه في البيت يعني، ممكن العجينه بتاعت عيش الحواوشي مش صعبه ولا حاجه، عادي دي عجينه العيش العاديه خالص، هتعمليها في البيت وتحطي في الفرن زي اللي. بس انا بيني وبينك قلت بقى ان انا كفايه يعني عليا اللي انا يعني اعمل الخلطه، وقلت لهم انتوا اعملوا بقى في الفرن عشان اكسب وقت وكده، ان انا كنت عايزه اجهز بيني وبينكم بقى ايه حاجه المدارس والشرط وكده، فما كانش عندي وقت وكده. لكن احنا ممكن نعمله يعني ان شاء الله مره كده اعملها لهم، واعمل لهم كمان العجينه واوريها لكم ازاي سهله، ما فيهاش اي حاجه. اهي بصوا هما كده خلصوا بقى كده، خلاص رصوا في الصاجات. دي بقى اللحمه، بصوا اهي، بياخد بقى كميه اللحمه برضو، يفرد العادي رغيف العيش العادي، العجينه يعني، يحط كميه اللحمه بيفردها في الرغيف بقى، ويروح جايب عليها الطبقه التانية. بس اهي زي الفل. اهي دي الخلطه اللي انا عاملاها بقى، ما اقولكوش كانت ريحتها ولا طعمها، كانت حكايه والله العظيم، كانت حكايه، كانت حاجه تانية. لما تكوني بقى بصي محمود بقى بيفتح ازاي اهو، بس هو بيوريكوا بقى اللحمه يعني. بس بقى الحاجه لما تكوني عامله بقى بايدك بقى، وعارفه بهاراتها ومظبطه بقى الدنيا بتاعتك، بتبقى حاجه تانية بجد، من ايد ست البيت بجد والله، بتبقى حاجه حلوه قوي. نفسك فيها، طعمها حلو، ربنا بيبارك فيها، بتبقى جميله جدا بجد. اهو كده خلص بقى الكميه، هدخلها بقى ايه الفرن كده. كده دي الصاجات خلاص يعني. هو عملوا كام، عملوا تقريبا كانوا صاجتين، صاجتين لحمه وصاج، او صاجتين وصاجتين تقريبا، انا ما كنتش معاهم يعني، بس هما تقريبا عملوا اتنين واتنين. هنا بقى كان عمو بقى آه، بتاع الفرن يعني، اخد اللي هو بصوا الصاجة صاجة، بيدخلها بقى، يدخلها الفرن ويسويه. بصوا بقى شكله بقى النهائي بعد ما طلعوه بقى من الفرن، وجابوا لي بقى البيت حكايه، وجابوا لي كمان مخلل معاهم هما جايين، كان حكايه. بصوا كان حاجه تانية. بصوا اللحمه بفتح بقولك بابا سويها بقى، اتسوت حلو، وريحتها كانت حكايه خطيره والله، كانت ريحتها مقولكوش. بصوا حلوه قوي، وطعمه وريحته جميله يعني، حاجه ما انت عاملاها بيتك بقى بايدك ضمنه اهو. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه، من كلمه اشتراك اللي هي تحت الفيديو دي، اضغطي عليها على طول تبقي كده مشتركه عندي في قناتي ومنوراني. ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت الحلو بتاعكم. اسيبكم في رعايه الله، واستنوني في فيديو جديد.